دي اكتر كرة مدورة اتصنعت واغرب كرة في تاريخ المونديال. تعال اقول لك الخلاصه. كاس عالم 2010 كان اول مونديال والوحيد لحد دلوقتي اللي اتلعب في افريقيا، وكان في اعتراضات من نجوم كبيره كاسياس وبوفون وجوليو سيزار، بس الحقيقه اعتراضهم ما كانش بسبب مكان البطوله، الاعتراض كان بسبب الكوره حرفيا اللي كانوا بيلعبوا بيها. اديداس قبل المونديال اعلنت على كره جابولاني اللي هتكون الكره الرسميه في البطوله، واعلنوا انه لاول مره الكره هتكون مصنوعه من 8 الواح بس بدل 14 في 2006. ده بيقلل الاحتكاك مع الهواء وبيفرق في سرعه الكره ومسارها. في الماتشات الوديه لعيبه كتير اعترضت على الكوره، بالذات حراس المرمى، لانهم قالوا ان الكره بتغير مسارها في الهواء بشكل مش متوقع وبتمشي بسرعه كبيره جدا، فعملوا عليها اختبارات اللي اكدت الكلام ده فعلا. لكن في وسط كل ده كان في لعيب واحد بس شايف الموضوع بنظره مختلفه. بيتقال ان دييجو فورلان طلب من اديداس كره جابولاني قبل البطوله ب3 شهور عشان يتمرن عليها. قال كمان انه بعد التمرين كل يوم في الفتره دي كان بيشوط بيها 100 شوطه عشان نشوفه فعلا بيبدع جوه كاس العالم، وبيسجل 5 اهداف منهم اجوال بتسديدات خياليه. المهم بعد كل ده اتوصفت جابولاني ان هي اسوأ كره في التاريخ، بس بالنسبه لي ما شفتش اغرب من كره ماتش الزمالك والنصر للتعدين في الدوري اللي كان لونها برتقاني دي، واللي اتقال ان هي كانت كره شاطئيه. قول لي بقى في الكومنتات ايه اغرب كره شفتها في حياتك.